انا والله اسأل روحك. سائلها وعارف الرد. يا راجل نشفت ريقي، حرام عليك. ما هو لو كنت فقير ما تحتكمش على حاجة كنا قلنا معلش، لكن تبقى الفلوس تحت ايدك بالكوم وتبخل على ابنك بالشكل ده. ابخل؟ انا دلوقتي ببخل؟ امال ايه يا شيخ؟ انا مش ممانع، انما بس الطلب يبقى في حدود المعقول، مش 600 جنيه. 600 جنيه يا عالم. بلاش ال 600 دي اللي مش عاجباك. ها تحب تدفع له كام؟ اهو كده الكلام. ها؟ مش العبارة قافش. ايه هو انتوا دايما كده طلباتكم بالعصاية والسكينة؟ يا سيدي لا عصاية ولا سكينة ولا دبشة، اللي يطلع من ذمتك كام؟ ايوه هو كده التفاهم. كام؟ خلصني. ليه دي ما تطولي بالك عليا؟ امال انت مالك كده مش مدياني فرصة اخد نفسي؟ اللهم طولك يا روح. اتفضل يا سيدي ارتاح على مهلك وخد نفسك زي ما انت عايز. ها نيتك سمحت بكام؟ خلاص يا ستي زي بعضه، ولو اني يعني مش مقتنع بالجوازة دي، انما زي بعضه. ها اديله يا ستي 20 جنيه. ايه مالك؟ حاجة قرصتك؟ روح يا شيخ ربنا يجازيك، ربنا ما يحوجنا ليك ولا لفلوسك. طيب يا ست الله يسامحك. ايه تسمحوا بقى؟ تسمحوا تسيبوني انام؟ ما حدش يجي تاني يقلقني يا عالم. لا حد جاي لك ولا حد فاتح باب اوضتك. اعوذ بالله. الجواز قال الحب. ما تزعلش يا حسن، وايه يعني؟ انا اذا كان عليا استناك بدل الشهر سنة وبدل السنة 10، وانت اعتمد على نفسك، وانا من ناحية وانت من ناحية، وبلاش حكاية والدك دي. بس يا سميرة لو كان فقير، لو كان محلتوش ما كانش يهمني. ده عنده الفلوس بالكوم. وبيعمل بيهم ايه؟ ولا حاجة، اهو قافل عليهم في الخزنة، ما بيشممهمش الهوا حتى. إلهي يا شيخ يرزقه بفار يكون ابن حلال ويخلص له عليهم. يا خبر، للدرجة دي يا حسن بتحقد على ثروة أبوك؟ ثروة؟ ثروة إيه دي بقى يا ست سميرة؟ هي الفلوس بالشكل ده تبقى ثروة؟ دي عصاية المقش أفيد منها. على الأقل أهو الواحد ممكن يتعكز عليها يضرب بيها، مش مال كده مكون في الخزنة من غير فايدة. طيب مش يمكن والدك له فكرة في كده يا حسن؟ يا فندم فكرة إيه بقى اللي هتكون عنده يا ست سميرة؟ لا يعني قصدي يكون شايلهم لوقت عوزة. وقت عوزة؟ ويعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي مش وقت عوزة؟ لا انت بتقول ان الجواز في رأيه مش ظرف قاهر. ايه يعني بقى الواحد لازم يعيا ولا يموت عشان حضرته يفتح الخزنة وينعم عليه ب5 جنيه ولا 7؟ على العموم انا مش من رأيي انك تعتمد عليه يا حسن. صحيح انك لسه متخرج جديد وما عندكش المبلغ اللي يكفي للجواز ومصاريفه، لكن احنا برضو نقدر بقدر الامكان نختصر في تكاليفنا. يا ستي هنختصر ازاي بس؟ ما احنا على يدك حاسبينها بالمليم والنكل. لا برضو يا حسن احنا عملنا حساب حاجات كتير ممكن اننا نستغنى عنها. زي ايه كده يا ستي؟ ايدي على كتفي. خد عندك مثلا حكاية الفرح والحفلة والشربات والملبس والمغنى كل دي حاجات بلاش منها. بلاش منها ازاي بقى؟ ايه هنتجوز كده على السكيتي؟ وماله يا اخي؟ وماله ازاي؟ يعني اصحابي وقرايبي وقرايبك والناس اللي تعرفنا دي كلها مش لازم نعزمهم في ليلة فرحنا؟ ايوه ممكن نعزمهم، لكن مش معنى كده اننا نورط نفسنا في المصاريف والتكاليف اللي كنا متفقين عليها. نقدر نكتفي باننا نقدم لهم كوباية شربات، وكان الله يحب المحسنين. محسنين ايه بقى؟ ده احنا في الحالة دي نبقى قرصانين ميتين على الدنيا. يا سيدي على رأي المثل الجودة من الموجود، ومدام العين بصيرة والايد قصيرة. ايوه يبقى نستموت بقى ونكسف نفسنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. والله يا ستي انا افضل اننا نكتب الكتاب عند المأذون عن اننا نعمل كده. ايه فرح سكيتي لا حته جاتوه ولا لقمه ولا حد يرقص ولا حتى حد يزعق يقول يا ليل. يا سيدي ولا تزعل نفسك، انا هجيب لك البيك اب وادور لهم اسطوانات تفضل تقول يا ليل ويا عين لما المعازيم يهجوا ويسيبوا الفرح. طيب وبالشكل ده يعني هنختصر قد ايه من المصاريف؟ مش اقل من 60-70 جنيه. برضه ما يعملوش حاجه. لا ما هو 50 من هنا و10 من هنا و5 من هناك، هتلاقي ان المطلوب مننا انخفض للنص. طب وليه بس التعب والارباطه دي كلها؟ مش كان اسهل واكرم لنا انه يدينا القرشين دول في ايدينا؟ هترجع تاني يا حسن؟ ما هو شوف، طول ما انت معتمد على مساعدة والدك ومتصور انك مش ممكن هتعمل بيت من غير فلوسه، مفيش فايدة. معلش، على العموم انا برضه هتصرف. ما هو مش ممكن، مش معقول. ايه يعني هنرجع نطلب منه تاني بعد اللي عمله؟ لا انا هعرف ازاي اخد منه الفلوس. ايه هتسرقهم ولا ايه؟ لا 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 لا، انا ليا طرق تانية، انا اعرف ازاي اتصرف. شوفي مين يا بنت يا جمالات. حاضر يا بابا.
مين يا بنت؟ ده المعلم عاشور والقسطى معوض عاوزينك يا بابا. عاشور ايه ومعوض ايه اللي جايين يقرفوني على الصبح؟ ايه نهايته؟ خليهم يدخلوا يا بنت. اتفضلوا اتفضلوا. كتر خيرك يا ست جمالات. كتر خير. اتفضل يا اسطى معوض. أيوة. اتفضل. ايوه.